والمثير الذي نستضيف من خلاله ضابط مغربي فر وانشق من الجيش المغربي. مخطط إغراق الجزائر بالمخدرات. بطبيعة الحال كاين مخطط ديال إغراق الجزائر بالمخدرات. بطبيعة الحال هذه التعليمات هذه يعني كتجي من القمة ديال الهرم، يعني من المفتش العام ديال القوات المسلحة نيابة عن القصر. تحويل الصحراء الغربية إلى معبر لشحنات الكوكايين. الجنرال البناني كان امباكت مع الكارتيل ديال الكوكايين ديال كولومبيا لفتح طريق جديد لادخال الكوكايين عبر الصحراء الغربيه. تحكم الموساد في دواليب الحكم في المخزن. حتى الحرس الخاص ديالهم يعني ولاو كيدربوهم في اسرائيل. يعني الموساد مسيطر بطريقه رهيبه يعني على الامن الداخلي داخل القصر. تفاصيل فرار الضباط والفساد في صفوف الجيش المغربي. كاينين عدد كبير ديال لا الضباط ولا ضباط الصف ولا الجنود اللي يعني انشقوا تا هما غادروا الجيش. كاين عدد كبير ديال الجنود اللي فروا برا. كاينين حتى ناس ديال وزاره الداخليه ديال البوليس. الجيش المغربي مهزله، خصوصا الوحدات ديال المنطقه الجنوبيه. يعني المخدرات تباع يعني بطريقه رسميه، السرقه بطريقه رسميه. تدوا فير طون شوا، يا اما تدخل على خط الفساد مع القطيع، الا خرجت من القطيع غادي تعرض يعني لجميع التنكيلات اللي يمكن يتصورها الانسان. إصابة الملك برصاصة من شقيقته وعلاقاته المشبوهة. الزوجة السابقة ديال محمد السادس والأخوات ديال محمد السادس وصلوا لدرجة إطلاق النار على بعضياتهم داخل القصر. هذيك الرصاصة يعني لم تصب سلمى بل أصابت محمد السادس الأميرة فاطمة الزهراء، وكانت هي اللي دايرة واسطة ما بين المهربين الكبار والقصر. ثروة محمد السادس. الثروة ديال محمد السادس تقدر تكون واصلة لواحد 100 مليار دولار على الأقل. الاعتداء على النساء الصحراويات في الحمامات. دخول جنود الحمامات النساء داخل الحمامات النساء واغتصاب النساء داخل الحمامات في العيون وفي السمارة. وفي واحد النهار جاو ليهم في الفجر ويعني ويعني والناس اللي كانوا حاضرين تما كلهم كلاو العصا، يعني لا رجال ولا الاطفال صغار. يعني تم كسر عظامهم. حقائق مثيرة واعترافات تبث لأول مرة في حوار مع ضابط منشق